وصلاة تترى لمن خص بالإسرى وذويه ضرا في جميع الأزمان يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مجيد الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك أسبل سترى على القبائح والأخطاء يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي اتلاعك حسبي فامه بعفوك ذنبي واسلك سودي والأعمال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي كنا عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والكار يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث وحب كنا الدنيا ذميمة من كل خير عكيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفة وأشغال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ويح كنا نفس الغوية عن السبيل سوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكباد يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي كنا يا خير كافي هلل علينا العوافي فليس شيء مخافي عليك توصيل والجمال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا يا الله ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله عالم عذبك لا إله إلا ولا الله تعجل ثوابك
ثوابه لا إله إلا الله وغيث رحمة هطا لا إله إلا الله وقد أتاك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفكره لا إله إلا وزن الله بيسرك عسره لا إله إلا الله بمقد جودك والإفضال لا إله إلا الله ونالي بتوبة لا إله إلا الله واغسله من كل حوبة لا إله إلا واغسله الله من شر أوبة لا إله إلا الله لكل من هو قد لا حال إله إلا الله وأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله ولو تنظر بالأمثال لا إله إلا الله جود وفضل وبرك لا إله إلا الله ورجا وبش وقهرك لا إله إلا الله وذكر وشكرك لا إله إلا الله لازم حمد والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت نصيري لا إله إلا الله ولكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزلة لا إله إلا الله محمد الهدي الدال لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله أحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأوصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وليس نرجو المسلمين سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ما المسلمين لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليقيم على العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا المسلمين يا مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تزيل العنا عنا وتذني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على في جاه المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يزيل المسلمين المنكرات يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يزيل كل المسلمين الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ليس عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على من المسلمين الشاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا طه الرسول صل عليه. ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على أراك المسلمين ربي جزيل
وكل فكلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين منك من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لكل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ياسر المسلمين ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضرة حسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بعبد الله ونستمد بالله بجاهل الله نفوز بحول الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله نظى من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله طالب المخبر المخبذ الصبر مطهر الأسرار سليل أهل الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب سادة الله القدوة سادة الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله الفخر عن رفيع القدر كالشمس لك البدر يا ضي خلق الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بكر بن سالم هو حتف للظالم الفاجر الغاشم يهليك بأمر الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله البارك إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله والعبد الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله الحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله سادة غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب ومعي قومه الله وفد الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب كفى الله كفى ما بي ذوول أصوابي في الحل يا أحبابي فإنكم بالله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب مولانا نصر الله بالسيف القدرة وكل ما نكره وشوه شيء لله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو حيا ذنوب بكم حيا الله للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله الشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب يا الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله
الشيخ الأبرص لنا نذر بجاه الله محمود المصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وبنه والباكر والكل حزب الله الشيخ الأبرص لنا نذر بجاه الله محمود المصطفى حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله الشيخ الأبرص لنا نذر بجاه الله محمود المصطفى صل وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله الشيخ الأبرص لنا نذر بجاه الله محمود الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا للعقول السالمة وللقلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قوموا بهم معازمة بصدق نية يا جازمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فهيا إليها المنتهى قد قال أرباب يا النهى الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة الله بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا الطف بنا واغفر يا لنا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت آت عن قريب كل له منه يا نصيب الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة من كان دان أو نسي فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أما إذا متاتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوك وألحدوك وسرت جفا يا خما الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشع عظم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمقر وإنما هي للممر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا معنا عمل وكسبنا كل يا الزلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في يا ضلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن نرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن يا الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن يا الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرة في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالع قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بالفقيه وإخوانه وسيدنا علي عم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بالفقيه وعلي وعبد الله بن علي بالفقيه
وسيدنا محمد مولى الدويلة وش عبد الرحمن السقا أولاده وش أبو بكر السكران وش عمر المخضر وإخوانهما وش عبد الله العدروس أولاده أبو بكر عدنا وإخوانه وش علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمل الليل محمد مولى عديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وسيدنا عمر العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا حبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وآخر طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المخضار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العدروس والحبيب أحمد بن عدروس العدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب مشهور الحبيب بن حفيظ ثم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علي جميع ساداتنا علي بعلوي والحبيب جعفر بن شيخان السقا وأولاده والحبيب أبو بكر قرسي ثم إلى والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بنيواني والحبيب صالح بن صحامي تنقل ووصوله مفرم ثم إلى الحبيب علي بن سقاب صاحب وناقوم والحبيب ثم إلى الحبيب عبد القادر بن حسين السقا ووصوله مفرم ثم إلى روحي كهجي جاسم بن سلم زوجته وجهاشم رافع زوجته ووصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته المزينة ثم إلى روح الوالد أحمد خل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم من الرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القوى البخور والكرامة وما جاء من خير وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة تام. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلي الأمم والأمة والرعية يفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرى فيها الخير والبركة ويعجل بها وسل سادة العلوية يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويحسن ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويبلنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa qala Sayyidina al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu. An-nadharu ila salihin wa mahabbatuhum faidatun 'azimah. Fa kaifa nadharuhum ila man iltamasa barakatahum? Wa yanbaghi lil insan idza jalasa 'inda salihin ay yuhsina dhannah wa yufrigha qalbah عن جميع الأشياء الزين منها والشين. وقال رضي الله عنه إذا نظرت إلى الأولياء والصالحين بعين الانتقاد والاعتراض طردت عنهم وحرمت بركتهم لأنهم يتحركون بحركة غير حركتك ونية غير نيتك. وإذا نظرت إليهم بعين الاعتقاد اقتديت بهم واهتديت بهديهم wasarafika sirruhum ila akhir magala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkata al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, an-nadharu ila salihin wa mahabbatuhum faidatun 'azimah. Sesungguhnya memandang kepada orang-orang yang saleh, wa mahabbatuhum dan mencintai mereka, faidatun 'azimah, itu ada faedah 'azimah yang sangat besar, yang sangat agung. Fa kaifa nadharuhum ila man iltamasa barakatahum? Jika melihat saja dan mencintai mereka mendapatkan faedah, keuntungan yang sangat besar, fa kaifa nadharuhum, lalu bagaimana dengan memandangnya kepada orang yang kita berharap keberkahan daripadanya? Hanya memandang orang saya soleh, ajling orang saya soleh, cinta ada orang saya soleh, aneka menghasilkan faedah saya sangat raja. Karena pada orang walaupun semak bi orang saya soleh tak cinta, memandang pun enggan. Padahal orang saya semak ada Gusti Allah, mungkin setisa, mungkin sekecamatan, mungkin sekabupaten. Mungkin entar ada orang yang terkenal soleh, terkenal orang hebat, bisa saungkun mungkin dalam 1 bulan 2 kali, atau 1 bulan 2 kali, mungkin 1 tahun 1 kali. Iltimasan barakatahu, untuk mencari keberkahan. Adapun orang-orang yang tak gelem randi rasa cinta, tak gelem ajeling, tak gelem memandang, padahal dengan memandang ini pun banyak faedah. An-nadharu ila salihin wa mahabbatuhum faidatun 'azimah. Leca anggap enteng memandang ni. Berempat orang si salah lakon maksiat bisa tobat gara-gara sering memandang orang si soleh. Sebaliknya berempat orang kelakuan bagus bisa pecat gara-gara mata ni selalu memandang orang-orang si fasik. Al-Habib Abdullah Haddad ada bu, kullu syai'in mabda'uha minan nadhar kamu'dhamin nari min mustasgharis syarar. Segala sesuatu akan bermula daripada pandangan. Tak mau langsung ngazina orang nikah, karena terus menerus setiap hari memandang, selalu nyongok orang-orang saya tak bener, akhirnya kita tertarik. Lamun lah celingak nikah terus bener bareng, tak mungkin orang gila bakal berbuat. Sebagaimana kebakaran tak mau langsung raja. Kebakaran mungkin dari sesuatu hal yang dianggap remeh, sesuatu yang tidak berharga, pucang rokok, tapi berbahaya. Pucang rokok buang nang pom bensin, lober, walaupun pucang rokok. Pentolo korek remeh, tapi mau buang ning Tegal masih 100 hektar, 1000 hektar gemet. Lah memandang nikah adalah sesuatu yang dianggap remeh, padahal anika beda faidah azimah, beda keuntungan bagi orang yang memandang orang yang soleh, keuntungan yang besar.
Tetapi bagi orang yang memandang orang yang munafik, orang yang toleh benar orang yang sesoleh, berarti beda kerugian, khasirun, benar cuma faidatun tapi khasiratun azimah, kerugian yang sangat besar. Manfaat akibat nih berempa orang merepat neka saat makin detik makin mungkin bereneng dokter spesialis mata terong ngetelang aku lebih sambian. Tapi kadang orang saya beri nikmat dining Allah Subhanahu wa taala sandi saatnya merepat neka tak pergunaan. Hampir mata ku lebih sambian hampir 24 jam HP. Hampir nyaris untuk Al-Quran hanya sekian menit bahkan sekian detik. Mon kober. Hakata dunia ini dunia lah. Hebatnya. Terus-terusan HP terus tapi memandang Al-Quran. Memandang ring tua mungkin sehari sekalian tak kober. Alasan sibuk, alasan ruah, alasan riah, macam-macam. Memandang orang sesoleh tentunya dengan pandangan penuh penghormatan, pandangan penuh pengagungan, benar hanya sekedar karena ada orang memandangannya. Nah, orang yang nggak nikah tak bakal lihat apa, walaupun dempet di orang sesoleh sekalipun. Taib, mun orang memandang bayi, mencintai orang sesoleh, orang cinta tak harus semak. Justru sejauh andi rasa cinta. Al-hub la yahtaju ilal gurub wal gurub yahtaj ilal hub. Cinta tidak harus dekat karena yang jauh terkadang lebih cinta daripada orang yang dekat. Saya semar dan kadang tak gelem bergabung. Ajib. Sedari jauh, kadang dari gunung turun, kadang dari tempat-tempat saya sangat jauh hanya mengharap keberkahan dari majelis-majelis khair. Begini kapunan sih terjadi. Orang cinta tak harus semak. Seandainya orang cinta harus semak, terus dari mana kudu sampean terus cinta ke Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi bermadinah. Al-hubbu la yahtaju ilal gurub wal gurub yahtaju ilal hub. Justru saya semak ini kadang-kadang tak ngereken. Saya semak pesarian Sunan Ampel, pikir dok Sunan Ampel kapi, belum tentu. Saya semak Ka'bah, ngaku entar ke Ka'bah kapi, belum tentu. Saya semak Maqam Ibrahim, saya semak Zam-Zam, sangku nginom Zam-Zam terus. Saya semak Raudhah, sangku benar masuk ke Raudhah, entar de makam Nabi, belum tentu. Karena kekuatan cinta nikah, saya bisa sama semak, benih jarak. Walaupun jarak semak, tetapi jauh kelaban rasa mahabbah nikah. Jadi jauh enggak semak, saya semak enggak jauh. Nah, apa boleh andi rasa teroan onlia keberkahan dari orang yang sesoleh gila. Memandang saja pun hanya mujarradin nazar, yakni dengan pandangan menghormati dan mencintai, aneka faidah azimah. Bagaimana kalau orang tadi itu memandang dan berharap keberkahan dari orang yang sesoleh? Tandi niat apa karo ajling tok king karena seneng banyak faedahnya. Apa boleh orang gila entar abon tahu cari orang sesoleh berharap terus jadi barokah, tak tahu cari orang sesoleh king seneng ajling. Dan kadang beda orang kula pernah mau ngomongan bi orang ngaji dak salah situ guru sepedaan pancal busobu berangkat kula tanya paham sampean dak debune guru saya terangake cek bahasa Indonesia tak paham lama ngaji seneng gula ajling tok ni kemarem ajling tok ni keseneng hadza faidah hadhihi faidah azimah mendapatkan faedah yang besar terus dari mohon orang gila tahu cek bahwa dia orang sesoleh semak ke Gusti Allah yaltamis min barakatihi berharap mencari keberkahannya apa boleh orang yang enggak nikah. Nah wa yanbaghi lil insan idza jalasa 'inda salihin ayyusina dhannah wa yufriga qalbah. Hendaklah bagi manusia ketika manusia tadi itu duduk bersama orang yang soleh
duduk di hadapan orang yang soleh, ayuhsina dhannahu, hendaklah memperbaiki prasangkanya, harus andi husnudzon, wa yufrigha qalbah, ben kosongaki ate nika. Ketika sampai entar ada orang yang soleh, cek sampai andi suudzon sama sekali, payakin pamantep husnudzon bahwa orang yang soleh sama dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosongaki ate nika dari kesibukan, dari pengetahuan dunia, dari urusan sereme, dari urusan apa, murni nyari ridhon Gusti Allah, nyari syafaat Kanjeng Nabi, mumpung apolong bi orang yang soleh, apolong bi orang-orang yang semak dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah, kata beliau Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang kele harus 100% husnudzon dari orang yang soleh. Jangan sampai benar yang kecuba. Apa boleh pas ngocah, aduh ada orang bener sih dia. Orang yang pada akibat aban kepi, tak bener kepi. Karena panjang sih ngocah apa tak bener. Orang ini kemun husnudzon de orang, bagus nyangka ke orang, berarti orang bagus ya Pak. Kayak mon orang je suudzon terus de orang, coba penyangka tuh ada bener orang, ya berarti orang tak bener. Jumatan kade eko jae. Domak aja. Buat megawat. Ngaji datang hadir majelis ruang ngaji dina ngaji. Aduh apa? Dadi apa? Beda anak sekolah kok jak dadi apa? Beda tobat apa? Terus sudah terus karena apa pacet orang coba sehingga orang lain kayak sangka orang coba. Tak mungkin orang bagus ini kan yang coba tak kira. Hatta nyongok orang maksiat tetap husnudzon. Mungkin orang saya maksiat tak tahu ciri haram hukumah sehingga elakoni. Mon kok orang ngerti tak oleh ngelakonin kada jeria. Oh tabu orang karena tak ngerti. Oh tabu karena ngerti tapi belum tentu deki malam bisa tobat terima. Engkau belum tentu, mungkin laku lebih syarat terima jeria. Terus kok mati tepak ngelakonin kata jia. Apa kau tak usul khatimah? Selalu husnudzon da orang lain. Hah? Termasuk husnudzon ini adalah husnudzon billah min husnil ibadah. Husnudzon dekat Allah Subhanahu wa ta'ala apa boleh, husnudzon dekat orang-orang yang soleh ini enggak harus. Apa boleh husnudzon dekat Gusti Allah? Husnudzon billah huwa ahsanul ibadah min husnil ibadah. Termasuk paling bagus-bagus ibadah inggih punika prasangka, selalu berprasangka baik kepada Allah. Tadi rasanya kecoba sekali ke pangeran. Mulanya kecoba ke pangeran, aduh lah iya be. Ayo mah kedok kok bi pangeran. Tak merah. Mosok dia tok pokon. Bono are madu lagi pangeran tok. Tade yang kebagusan sesekali dekat Gusti Allah. Seakan-akan Gusti Allah tak beri kebagusan sama sekali. Bon paling mbak cobaan kelakuan yakni suudzon dekat Gusti Allah. Paling mbak cobaan amal dekat. Ada selebih coba tenimbang amal, coba penyangka dekat Gusti Allah. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna ma sya falyadhunna bi ma sya. Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala yang hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi, engkau tergantung apa nyana tangga bula. Falyadhunna bi ma sya, tergantung ban mun nyangka coba oleh kecobaan, mun nyangka bagus oleh kebagusan. Cek sampai ning ati kul manjenengan ketika apolong bi orang yang soleh, cek sampai adik nyangka coba ke orang yang soleh. Mak deh, jangan soleh, jangan kiai, jangan alim, jangan abid, jangan anasik ahli ibadah tapi mak kadariyah, pak le solehan paling dia. Nah ini kak gara-gara orang gila, napa? Suudzon de orang yang soleh. Nomor dua, ate ini kayak soro apa? Soro bebersih, cek sampai andi hubungan pak apa ke lu? Sabar urusan dunia mun hadir majelis kadariyah sampean. Dalam akhir pamorne nyari ridwan Gusti Allah. Mantar sapa ora atang dosa, niat atobat ke Gusti Allah. Terus dalam ate ini cek sampai kosong. Hadir majelis solawat gis nika. Terus hadir lagi Kanjeng Nabi, berusaha abah nika nyampung dekat Gusti Kanjeng. Pekek nyambung boleh, terus pahadir ate nih ke dalam ate.
pakosong dari alasya dari lain Kanjeng Nabi sehingga terpenuhi dalam hati mereka iya seentine Gusti Allah nafahat imdad pertolongan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin mun ning ate gelek pun penuh ese sebarang bekal yesikna tak kira. Nah, untuk semakin kosong daripada sesuatu, maka akan semakin banyak apa yang akan kita raih, akan yang kita peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Azzain min hawa syain, baik perkara si bagus atau barang si cuba. Dalam ate hadir hadra basahu dan tero apa? Tro motor Innova. Kan bagus zen. Cak beri ateri ya dalam ater walaupun zen. Tro reng bine serati, tro kendaraan, tro kakanan senyaman. Dina ada apa-apa nah. Ada apa-apa. Hatta reng bine ada. Cak reng bine suara tak ada. Sampai nyerek kakanan. Tak nemu. Mentok kilo kopi re wis. Areng kau lah rugi re itu ngenerela. Azzain wa syain, apa boleh barang saya coba. Hadir majlis ghibah. Hadir majlis ngerasani orang. Bada orang datang kabi datang. Lu kelo dom. Majlis wati nang lah. Tahu saya berarti lagi lah sibuk. Bada orang mak pakaian hajo pada belangkonan. Karena mau datang saya belangkonan. Belangkonan ada tina lah. Percuma sampean hadir majlis bagus, tapi esena sampean esena coba. Tak bakal masuk. Situng beda tak mungkin beda dua eseh. Situng beda tak mungkin beda dua. Susu campur racun. Racun secap-cap. Gelem sampean ngeno. Gelem. Apa boleh balik susuna secap-cap, racun sesendok. Tempat otak berbeda ni kemau najis, tak mungkin YSN karena najis harus bersih. Tak mungkin satu beda dua eseh. Satu rumah tak mungkin ada dua kursi, hanya satu kursi saja karena mesti atau karan mondu korse. Nah iya ada bagi tineng para ulama mondu orang-orang sezen saya kelakuan bagus harus andi ta'alluq. Man ta'allaq bizain nalal zain nalal aman watma'an wa yudriku ma la yudrikuhu ahluz zaman. Ada buat kita ni ulama man ta'allaq bizain, orang si andi hubungan bi orang-orang si bagus. Andi hubungan bi orang-orang si bagus. Benar bagus kelambina, benar bagus surbana, benar bagus imamana. Benar bagus apa? Bagus kelakona. Man ta'allaq bizain nalal aman watma'an, maka orang ini kebekal oleh keamanan dan ketenangan. Wa yudriku ma la yudrikuhu ahluz zaman, dan dia tadi itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapati oleh penduduk zaman ini. Karena penduduk zaman ini kebanyakan secara kelacer punan banyak tadi ta'alluq bi orang yang bagus. Lebih banyak ta'alluq bi orang-orang saya tak pernah sujud sama sekali dekat Gusti Allah. Lebih banyak ta'alluq agama tak pada, pangeran tak pada, tapi andi idola. Tak pernah mengidolakan orang yang soleh, orang yang bagus kelakuannya. Man ta'allaq bizain nalal aman watma'an, orang yang andi hubungan bi orang yang soleh pasti bakal andi keamanan, bakal andi ketenangan. Wa yudriku ma la yudrikuhu ahluz zaman, dan orang ini bakal memperoleh sesuatu saya tak bakal peroleh bi penduduk ahli zaman mungkin ni, kecuali orang-orang yang andi hubungan ta'alluq. Andi hubungan orang mau ta'alluq ini kekuat pak, hubung namun kuat tak pernah takut. Andi urusan apa be sebab andi hubungan apa, masalah apa be andi hubungan singkat tenang. Tak kendain orang yang setisah tahu yus bukan. Tak kendain orang yang setisah ada pendukung tak ngurus, seperti andi ta'alluq bi orang yang bagus, orang-orang sezen. Cacat orang, rasanen orang, kebaci orang. Wis, tahu satu latole kanan kiri terus. Sepenting andi ta'alluq bi ahli zen, orang-orang yang bagus kelakuan, nah bakal oleh keamanan. Bakal oleh keamanan.
Jaga beter. Orang yang saya bercubut sini kata takir serak, mati kade. Mati kade le jonggor tak percaya, tak mati kade. Mun sampean nanti hubungan mahli zen, orang-orang yang bagus, nalal aman, tak bakal takok. Yang cam apapun ibu dek remak terserah. Si penting kulit sampean cek lanyala ke orang. Terus ajalan yang jalan, si bagus, jalan-jalan saya ridhoin dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terakhir, wa qala radhiyallahu anhu idza nadarta ila al-awliya was salihin bi 'ainil intiqad wal i'tirad turidta anhum rahimat barakatahum. Jika engkau melihat kepada wali-walinya Allah dan orang-orang yang soleh dengan pandangan yang kamu tadi itu berpaling daripadanya, sampean tak mengakui kesolehanna, tak percaya dek kebelinna, ada beli dia. Hurimat anhum barakatahum, maka kulit sampean bukan terhalang, tak bakal oleh barokan orang sesoleh, karena kulit sampean pun tak nganggep orang sesoleh. Li'annahum, apa sebab? Li'annahum yataharrakuna biharakatin ghair harakatik, karena mereka para aulia wassalihin, mereka bergerak tidak sama dengan gerakmu. Wa niyatin ghair niyatik, dan mereka mempunyai niat tidak sama dengan niatmu. Kulit sampean ke cuma guli netok kadang ngak akhirat, padahal nyari dunia. Kadang niat tak pada bi niat orang-orang sesoleh. Mereka harus andi rasa pengagungan dari orang sesoleh. Pak guli sampean teh dunga guli sampean bi teh dengan orang sesoleh, tak pada. Orang sesoleh ruang mikir umat. Pak guli nah mikir umat, penengah mikir umat, niat tak bagus terus. Ku sampean jak mikir umat, mikir apa lah tak mikir. Jek selamat tah, jek swarga tah, jek neraka tah, apa boleh mikir umat. Oleh karena itu orang se menolak ngak nikah tak bakal oleh apa-apa. Wa idza nadharta ilaihim bi'ainil i'tiqad iktadaita bihim wahtadaita bihadiyihim wa sarafika sirruhum. Namun jika engkau memandang orang yang soleh dengan penuh keyakinan i'tiqad, iktadaita bihim, maka engkau akan mengikutinya walaupun tak mersis. Sampean bakal meniru orang yang sampean yakin orang yang soleh walaupun tak persis. Wahtadaita bihadihim, dan kita akan mendapatkan hidayah sebagaimana mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasarafika sirruhum, dan lebih daripada itu sir mereka, rahasia-rahasia orang soleh bakal masuk dekat kauluban panjenengan. Allahu akbar. Masuk rahasia karo bedeto dengan kita plek berubah orang yang meroleh jadi orang hebat. Oleh karena itu jangan sampai andi prasangka coba khusus ada orang-orang yang sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala, apa boleh prasangka coba dekat Allah Subhanahu wa taala. Termoga tadi ilmu manfaat, termoga kalau panjenengan yakin orang-orang yang selalu husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, ejawaki daripada suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.